فلو انت كنت من الاهلاويه البيب بيب يبقى بلاش تتفرج على الفيديو ده، ولو انت برضو من الزملكاويه بتوع نظريه المؤامره يبقى بلاش برضو تتفرج على الفيديو ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالى اما اقول لك بقى احداث وكوارث حصلت في مباراه الزمالك والمصري، مش هتسمعها غير هنا ومش هتشوفها غير هنا ومحدش هيوريها لك. احداث مباراه الزمالك والمصري فيها عده احداث، فاتفرج واستمتع ويلا بينا يلا بينا. اولا بدايه المباراه من تشكيل سيء جدا جدا لجوميز المدرب الحاضر الغائب، هو كان موجود بس مش موجود. اولا جوزيه للمره الثالثه بيغلط نفس الغلط، وهو بدايه ابراهيم انضاي في مركز الظهير الايسر للزمالك، يعني باك شمال الزمالك ابراهيم انضاي، لان بدا بيه قبل كده مرتين في مباراه سموحه وتسبب ان الهدف اللي جه في الزمالك بسبب ابراهيم انضاي، وكمان بدا بيه في المباراه اللي قبلها في مباراه فيوتشر برضو تقريبا او المباراه اللي قبلها، وبرضو كان الهدف اللي تسبب فيه كان ابراهيم انضاي. ابراهيم انضاي ما عندوش ادنى فهم عن واجبات الظهير الايسر، ما عندوش ادنى فكره من الواجبات ولا التحركات في المركز ده. ليه ما لعبش بسيد نيمار في المركز ده والعب قدامه بابراهيم انضاي؟ ابراهيم انضاي هجوميا كويس ليه تاثيره، ولكن دفاعيا ما عندوش فكره خالص. ملط تسبب في ان الهدفين اللي جم في الزمالك من المصري بسبب ابراهيم انضاي. ثانيا ضربه الجزاء المحتسبه لنادي الزمالك هي ضربه جزاء 100% صحيحه، تمام، والكوره لم تعبر خط المرمى، يعني الكوره مش هدف. الكوره يا جماعه اللي في اللقطه اللي انتم شايفينها دي مش هدف، الكوره مش هدف. الكره بتاعت زيزو ما جاتش جون، الكره ما خططش المرمى بكامل محيطها. في القانون لازم الكره تتخطى خط المرمى بكامل محيطها بكامل استدارتها. في اللقطه اللي احنا شايفينها الكره ما عدتش خط المرمى، ولكن في اثناء تنفيذ ركله الجزاء قبل ما زيزو يصوب الكوره كان دخول 4 لعيبه من المصري، من ضمنهم باهر المحمدي رقم 2، اللي هو اصلا بعد ما ارتطمت الكوره بالقائم رجعت باهر المحمدي اللي طلعها. وفي هذا الموقف الكوره لازم تعاد، لان القانون بيقول لو اللاعب دخل من المدافعين قبل تسديد ركله الجزاء واثر في اللعبه يتم اعاده اللعبه فورا. يبقى القرار بتاع الحكم نصه صح والنص الثاني غلط. مين اللي يراجع بقى؟ الفار هو المفروض كان يراجع حكم المباراه. اللقطه اللي بعد كده لقطه خروج عبد الله السعيد خارج عمال يشوح للمدرب، سواء المدرب مساعد او المدرب جوميز ايا كان مين هو اللقطه مرفوضه جدا جدا جدا، تمام، تصرف مرفوض وغير لائق من عبد الله السعيد، ولازم يكون في عقوبه من نادي الزمالك. اللقطه اللي بعد كده لقطه خناقه حسام عبد المجيد ومحمد عواد وتشويح وزق وكانوا يمسكوا في بعض، مشهد غير لائق تماما بنادي الزمالك. اتمنى من اداره الزمالك انها تعاقب الاثنين دول، لان المشهد سيء جدا جدا، ان العقوبه تكون مغلظه على عواد، لان عواد هو اللي راح تهجم على حسام عبد المجيد، ايا كان هو اخطا او ايا كان تحركاته غلط. ما عندكش حق عواد ان انت تروح تزق حسام عبد المجيد الزقه دي. اللقطه اللي بعد كده زيزو ترك الملعب، زيزو بعد ما سدد ركله الجزاء والحكم ما حسبهاش والفار والكلام ده كله ساب الملعب وخرج، يعني ما كانش لسه عملنا تغيير، ساب الملعب وخرج. ايه يا عم، اصلا زيزو مستواه وحش جدا، مستواه سيء جدا جدا بقاله فتره، فلا ايه الهبل ده؟ ما تضيع ولا الحكم يعني ما يحسبهاش ولا ايه المشكله؟ كمل ماتشك يا باشا والعب زي الرجاله، تمام. الحاجه اللي بعد كده نقطه ان بعض اللعيبه من نادي الزمالك بتتهجم على الحكم وبتعترض على الحكم باسلوب غير لائق، وكمان منهم المدير الفني جوزيه. لا انا كنت اتمنى ان الحكم ياخد قرارات، كان لازم يدي انذار لعبد الله السعيد وكان لازم يطرد جوميز، لان اللقطات دي غلط ايا كان بقى، حتى لو انا زملكاوي وفي صالح ناديه، بس برضه لازم نقول على الغلط غلط. في كل الحالات دي جوزيه اخطا جدا جدا في اداره المباراه. المصري لا يستحق المكسب والزمالك لا يستحق الخساره، والمباراه بالشكل ده كانت ممكن تنتهي التعادل. انا المصري ما يستحقش يكسب ولا الزمالك يستحق يخسر، لان الزمالك خسر بفعل فاعل. الزمالك في اخطاء حدثت في المباراه مؤثره جدا جدا في نتيجه المباراه، ايا كان بقى النتيجه خلصت كام وايا كان مستوى الزمالك، مالكش دعوه بمستوى اللعيبه، بس الزمالك ما يستحقش يخسر ولا المصري يستحق يكسب. ارجل واحد في مباراه الزمالك او ارجل 2 بالنسبه لي واحسن 2 في الزمالك في التيم اللي لعب مباراه المصري محمد شحاته والمسلوسي. الاثنين دول يا جماعه رجاله قوي وبيلعبوا قوي وبيلعبوا بروح وعنده وما بيتكلموش، فعشان كده بينتجوا كتير، انما باقي اللعيبه شويه هجاصين. 2 بقى لا يستحقوا ان هم يلعبوا في نادي الزمالك، ناصر منسي وابراهيم انضاي. انا مش فاهم الاثنين دول بيلعبوا في الزمالك ازاي، انا مش فاهم. وبرضه قلت قبل كده سيف فاروق جعفر
ايه الميزه ان هو بيلعب في الزمالك؟ ازاي ما نشوفش سيف فاروق جعفر في مباراه زي دي، في ظل ان عندنا غيابات 13 لاعب غياب وما شفناش برضه سيف فاروق جعفر؟ امال هيلعب امتى؟ لما الزمالك يبقى كامل العدد. وناصر منسي يعني بقى له 4 ماتشات بيلعب، ما فيش اي لمسه تدل ان هو لعيب كوره. يا جماعه انا مش فاهم هو ده جه الزمالك ازاي او لعب كوره ازاي. فاتمنى الناس تشوف بعينيها وتعقل الكلام بعقلها، وبلاش فكره اهلي وزمالك في تناولك لاي موضوع. انت لو شفت الغلط قول عليه غلط حتى لو كان في صالح فرقتك، انت لو شفت الصح قول صح حتى لو كان ضد فرقتك، قول الحقيقه، قول اللي يملى عليك ضميرك وقول الصح.